الناس اللي بتقعد تشتم في العاصمة وتقول لك دي صحراء وفنكوش وبتاع، هي دي مش بلدك. هي دي مش حاجة بتساهم في اقتصاد بلدك. مشروع الاستثمارات فيه عدت التريليون جنيه، ومشغل ناس قد كده، ومنطقة هتقوم وهتبقى حية وانت كده كده محتاجها، واستثمارات أجنبية من بره. مش دي حاجة بتدعم بلدك؟ انت ايه وجه الاستفادة ان انت تقعد توقع في الحاجة وتقعد تقول مشاريع فاشلة هيسكن فيها الأغنياء بس؟ يعني مين قال كده؟ ده شغل في الاخر، ده شغل بينعكس على الناس كلها. دي حاجة بتدخل فلوس ليك ولغيرك وبتنعكس عليك بطريقة غير مباشرة في الاخر. انا عمري ما شفت بلد يبقى فيها مشروع بالحجم ده وحجم التطور بالشكل ده، وتلاقي الناس طالعة من جوه البلد دي ناقمة ومش عاجبها ومتضايقة. في ايه يا عم؟ هو انت مش عايش جوه البلد دي؟ هو انت مش عارف ان دي حاجة هتأثر عليك؟ هو انت فرحان ان الدنيا تبقى خربانة وزحمة وقرف فوق بعض والناس فوق بعض؟ هو انت ده اللي انت عايزه؟ انت يا سيدي متضايق التعليم والصحة وبتاع، ماشي، دي كلنا عايزين ان الحاجات دي تتطور، بس في حاجة بتتطور او مشروع قوي، المشروع ده هينعكس علينا بشكل كبير جدا. ايه هدفك من انك توقع الدنيا وعمال مشروع فاشل؟ خليهم يبنوا زي ما هم عايزين. في ايه يا عم؟ اي بلد بيحصل فيها مشروع زي ده، البلد كلها بتبقى بتدعمه من اولها لاخرها. ان شاء الله العاصمة دي كده كده هتقوم، وكده كده هيبقى مشروع قوي، وكده كده لان ده في مصلحتنا كلنا.